في الحوار مع عدد من الذين ينتهجون نهج التكفير، أنا حاورت في هذه المحاور الأربعة: الجهاد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الولاء والبراء، التكفير. وهذه الأربعة هي أهم محاور الحوار الآن مع جمهور الذين لديهم هذا الفكر. لا يخرج قولهم على أحد هذه المحاور الأربعة غالبا. محور التكفير كان من أخطرها، ونظرا لأن الوقت قد ضاق عموما طبعت 4 كتب من الحوار: كتاب عن الجهاد، وكتاب عن التكفير، وكتاب عن الولاء والبراء، وكتاب عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإن كانت ليست كتبا، هي شريط مفرغ، ولغة الشريط تختلف عن لغة الكتاب كثيرا، لكن عموما فيها تلخيص لما دار من حوار بيننا. هذا الحوار حصل في بلدان مختلفة. أنا حاورت بعض الإخوة في قطر، وحاورت بعض الإخوة في السودان، وحاورت بعض الإخوة في ليبيا، وحاورت بعض الإخوة في موريتانيا. وكان الحوار في موريتانيا ساخنا، لأني أول ما أتيت من أجل الحوار بعد أن اقتنعت به الدولة، ولم تكد تقتنع به. ما كانت الدولة تريد الحوار أصلا، لكن أقنعناها بكثير من الضغوط. فلما قبلت أتيت إلى الإخوة في السجن فأخبرتهم أننا غدا إن شاء الله سنبدأ الحوار وكذا وكذا. فقالوا: أول شيء، ما موقفك منا ومن النظام؟ ما نظرتك إلينا؟ هذا أول مدخل. فقلت: نظرتي إليكم أنكم طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقد أمرنا الله أن نصلح بينكما، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فقالوا: أما نحن فطائفة من المؤمنين، وأما النظام فليس كذلك. قلت: هذا قولكم أنتم. فلما كان الحوار كانت فيه قضية تكفير غالبة. فالسؤال الأول هو: بما تكفرون الأنظمة؟ هذه خطبة، لأن المكفرين أيضا ليسوا سواء، منهم من يكفر الأنظمة فقط، ومنهم من يكفر الأنظمة والحكام والموظفين، ومنهم من يكفر الأنظمة والحكام والموظفين والشعوب أيضا. شيخي خالي الشيخ محمد سالم رحمة الله عليه كان وزيرا، فليلة من الليالي كنا نصلي على جنازة في أحد المساجد، فرأى أحد الإخوة الذين لديهم هذه النزعة، فأراد أن يسلم عليه، أراد الشيخ أن يصافحه، فلما سلم عليه قال: وعلى من اتبع الهدى السلام. قال: ما لك لا تصافحني؟ قال: لأنك وزير في حكومة كافرة. فقال: أنا الآن عندي إجازة أسبوع يمكن أن تصافحني فيها. فقضية التكفير بها البدء، لأن الحوار هم إذا نظروا إلى هؤلاء أنهم كفار مرتدون يرون أنهم شر من اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى كفار أصليون يقرون على كفرهم إذا دفعوا الجزية مثلا أو كانوا معاهدين، لكن هؤلاء كفار مرتدون لا يقرون أبدا على كفرهم. وهذه النظرة الحدية فيها خطورة كبيرة. فلذلك يرون مثلا القتال في فلسطين، الحرب في غزة، يرون أن المفروض أن نقاتل مع اليهود وأن لا ننصر أهل غزة. لماذا؟ لأن أهل غزة ينظرون إليهم على أنهم مرتدون لا يقرون على ملتهم، وأن اليهود كفار أصليون، وهكذا. فالكفار الأصليون قطعا أولى عندهم من الكفار المرتدين. فلذلك لا بد أن يسمع الإنسان منهم وأن ينظر إلى أقوالهم. أنا في نقاش بشأن الكفار، بشأن أقصد تكفير الحكام، قلت: بما تكفرون هؤلاء الحكام الذين يصلون الصلوات الخمس إلى القبلة ويتوضؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يواظب على وضوءه إلا مؤمن، ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام. قالوا: لأن الله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقلت: بارك الله فيكم، هذه الآية فيها عمومان: عموم من وعموم ما. والعام 3 أقسام: عام باق على عمومه، وعام مخصوص، وعام مراد به الخصوص. فمن أي الأقسام ال3 العامان هنا؟ عموم من لم يحكم، وعموم ما بما أنزل الله. قالوا: من العام الباقي على عمومه، وهذا الذي كنت أريده. قالوا: هذا من العام الباقي على عمومه. قلت: طيب،
إذا كان عاما باقيا على عمومه فيلزم أن تكفروا أنفسكم إذن قبل أن تكفروا الحكام. قالوا وما ذلك؟ قلت أن الله قال ومن لم يحكم بما أنزل الله، وهذا يشمل نوعين من الناس: من لم يحكم أصلا، ومن حكم فحكم بغير ما أنزل الله. فأنتم لم تحكموا أصلا، فإذا لم تحكموا بما أنزل الله فكفروا أنفسكم بها. قالوا لا، هو المقصود من لم يحكم من الحكام. قلت هذا المصحف اكتبوا لي من الحكام فيه، ساقطة ليست فيه. لا بد إذن أن نعرف أنه إذا أخذ بهذه العمومات، إذا أخذوا بهذه العموم أن هذا عام باق على عمومه، سيكفرون رسول الله صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وجميع أنبياء الله، لأن الله قال من لم يحكم بما عموم أيضا. هل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكل ما أنزل الله، التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم والناسخ والمنسوخ، هل حكم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما حكم به. لو كان هذا عاما باقيا على عمومه لكفروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كل الأنبياء ما فيها أحد على وجه الأرض حكم بكل ما أنزل الله أبدا، بل يحكم بما أنزل الله في تلك الواقعة بعينها، وحينئذ لا يمكن أن يكون هذا عاما باقيا على عمومه، بل لا بد أن يكون عاما مخصوصا، وهذا محل البحث. طبعا لما توسعنا في النقاش ذكرت لهم أن هذه الآية ليست هي كل ما قال الله جل جلاله. ليس القرآن محصورا في بين قوسين فقط من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. أليس قبلها الواو ومن لم يحكم؟ قالوا نعم. الواو ما تمييزها حرف عطف، هل يمكن أن يكون الشيء غير معطوف على شيء ويكون معه الواو العاطفة؟ لا بد أن يكون معطوفا على شيء. على ماذا عطفت هذه الجملة؟ من لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. لا يمكن أن نأخذ جملة واحدة من السياق فنقطعها عما قبلها وما بعدها. فالذي قبلها يقول الله فيه: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها في التوراة. فالسياق قبلها وبعدها كله يتعلق باليهود الذين حرفوا التوراة وقالوا هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فهؤلاء اليهود الذين حرفوا ما أنزل الله وبدلوه هم الذين نزل فيهم هذا الحكم. بعد ذلك ذكر النصارى وتحريفهم وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال في الأخير لما وصل إلى حكم هذه الأمة ولم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الفاسقون. نحن لا ننكر أن بعض الحكام كفروا، لكن ليس ذلك مقتضيا لأن نقيس عليهم من سواهم وأن تكون ضربة لازم كل حاكم فهو كافر، هذا غير صحيح. بعض الحكام من المسلمين وبالأخص نحن نتكلم عن تاريخ الأمة الطويل لا يعرف في هذه الأمة من تاريخها من بدايته إلى نهايته إلى ما نحن فيه الآن الحاكم أعلن كفره على الملأ وهو يحكم بلدا إسلاميا من حكام المسلمين، لا في دولة بني أمية ولا في دولة بني العباس ولا في دولة بني عثمان ولا في الدول التي بعد ذلك، وحتى في أيام الاستعمار وحتى بعد تحرير واستقلال البلدان لم يعلن ذلك أحد. من كان كافرا نعم وهو منتسب لملته ودينه نصراني غير ذلك هذا أمر طبيعي، لكن أن يكون مسلما من أبوين مسلمين ثم يعلن كفره وهو حاكم هذا لم يحصل في التاريخ الإسلامي. نعم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحكام ثلاثة، قال القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاضي في الجنة. فالقاضي الذي عرف الحق فحكم على خلافه في النار، والقاضي الذي جهل الحق فحكم على جهل في النار، والقاضي الذي عرف الحق فحكم به في الجنة. كذلك لم يفرقوا هنا بين التبديل والتعطيل. تبديل ما أنزل الله وتغييره والإتيان بشرع جديد هذا لم يعرف في تاريخ الأمة إلا في أيام التتار، فإنهم أتوا بالياساق وكانوا يتحاكمون إليه وهو قانون لديهم. ثم بعد ذلك لما جاء المستعمر جاء بالقوانين الوضعية، لكن قبل هذا لم يعرف في تاريخ الأمة أي قانون يضعه الناس من عند أنفسهم للتحاكم من غير شرع الله. هذا في اليهود والنصارى المحرفين المبدلين.
أما حكام الأمة نعم حصل فيهم التعطيل، يعطلون الحكم بما أنزل الله، لكن تعطيله ليس كتبديله، والفرق بينهما واضح. قالوا نعم عندنا مكفر آخر، قلت ما هو؟ قالوا هؤلاء يوالون أعداء الله. وهذا راجع لما ذكرناه من أن بعض الحركات الإسلامية وبعض الدعاة يرسخون بعض المفاهيم حتى تكون في المناهج وتدرس وفيها مجازفة. فمثلا الآن راسخ في نفوس الناس الأصول العشرة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وسماها نواقض الإسلام العشرة. هذه نعم هي تنقض الإسلام من وجه، لكن بعضها صياغته فيها جزافية، ومنها قضية المظاهرة، من ظاهر الكفار كفر. هذا ليس على إطلاقه، ليس كل مظاهر الكفار كافر، فقد ظاهرهم حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وكتب إلى المشركين بمكة كتابا ولم يكفره رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حكم بأنه من أهل الجنة. وعندما قال له عبده والله لا يدخلن حاطب النار قال كذبت والذي نفس محمد بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. فحاطب قطعا من أهل الجنة، يجب الإيمان بذلك. ومع ذلك ظاهر المشركين باجتهاد. لكن التدقيق في هذه المسألة أن يقال مظاهرتهم في الدين، هذا شرط لا بد منه. معناه أن تظاهر أهل دين غير الإسلام في مقابل دين الإسلام، لأن الله اشترط هذا فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. وقال تعالى والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فلا بد أن نعرف أن الولاء والبراء مرتبط بالدين. أما نصرة الإنسان لقبيلته أو لحزبه السياسي أو لزعيم يتبعه أو لمن يرتزق من ماله في مقابل ذلك فليس هذا كفرا، هو معصية وكفر دون كفر، لكن لا يخرجه من الملة. فهذه المجازفة في كلام بعض أهل العلم والدعاة والمربين أدت إلى هذا الخلط الذي نشأ لدى كثير من الشباب. هذه المظاهرة قلت لهم ما مثالها؟ قالوا فتحوا قواعدهم للأمريكان ليضربوا أفغانستان والعراق وغيرها. قلت طيب لو أنهم لم يفتحوها للأمريكان ولكن دمروا العراق وأفغانستان على رؤوس أهلهما، هل يكفرون بذلك؟ قالوا لا. قلت ما الفعل الذي إذا فعله الإنسان لم يكفر به وإذا ساعد عليه غيره كفر به؟ هل هذا معقول؟ في الشريعة المباشرة تقطع حكم التسبب، لكن التسبب لا يقطع حكم المباشرة. قالوا نعم في أمر آخر وهو أنهم يحبون الكفار، وهذه المحبة ترجع إلى البراء، ناقض للبراء، فإنهم يحبون الكفار. فقلت هل كل محبة لكل كافر هي كفر مخرج من الملة؟ قالوا نعم، هي ناقض من نواقض الإسلام العشرة. قلت يقول الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت. أحببت فعل ماض مثبت، أثبت الله أنه أحب أبا طالب، لكن قال له إنك لا تهدي من أحببت. هل تكفرون محمد صلى الله عليه وسلم بمحبته لأبي طالب؟ غير ذلك يقول الله تعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. أحل الله للمسلم أن يتزوج المحصنات من الذين أوتوا الكتاب. هل يمكن أن يقول له لا يحل لك أن تحبها ولكن لك أن تتزوجها؟ هل هذا معقول؟ قالوا لا مش معقول. فقضية المحبة هنا بين الله أننا نحب بعض الكفار، فقال ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. هذا الحب الطبيعي وليس حبا في الدين، فلذلك تنتقض قواعدهم من أصولها إذا أتيت بهذا التدقيق. لهذا
فلا بد من الحوار، ولا بد أن يكون الحوار بهذه القواعد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.